عمرك فكرت قبل كده العصافير بتقول إيه لبعض وهي بتصوصو على الشجرة؟ السؤال يمكن يكون غريب شوية، بس هل فعلا هما بيقولوا حاجة لبعض ولا عشان احنا بشر ومتعودين نقول لبعض بحسينا ان هما اكيد زينا؟ الحقيقة ان الموضوع ده قديم حبتين، من عند سيدنا سليمان عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس علمنا منطق الطير. أو يمكن قبله بشويتين كمان، لأبونا الإنسان اللي كان بينام في الغابة، وكانت طبيعة متعته ولعنته الوحيدة في نفس ذات الوقت. أبحاث كتير اتعملت عن الموضوع ده، أبحاث بالسنين، ومع تطور التكنولوجيا وأدوات التسجيل قدرنا نقلد صوتهم، قدرنا نذيع صوتهم في الغابة ونشوف رد الفعل، وبالتالي نقدر نفهم الصوت ده هم يقصدوا بإيه. المشكلة إن كل نوع من أنواع الطيور ليه لغته وإشارته الخاصة، كأن كل قبيلة ليها لهجتها. لكن لما العلماء كل واحد فيهم تابع نوع معين في أوقات مختلفة، زي الصيف والربيع والشتاء في الغابات وفي الجناين الصغيرة، قدروا يلاحظوا حاجات كتير. منها إن لما حد من العصافير بيلاقي أكل مش بيداري على شمعته، بالعكس، صو 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 يا ناس في أكل والمكان أمان. العلماء اكتشفوا كمان إن بعض الطيور مش بس بتحذر من الخطر، دي كمان بتحدد نوعه. يعني في صوت مخصوص لو قطة معدية، وصوت مختلف شوية لو في صقر في الأجواء، وكأنهم بيقولوا لبعض اهربوا أو خلي بالكوا، وكأن الفرد في الجماعة مسؤول بالفطرة عن أخوه. ولما بيجي موسم التزاوج في الربيع، العصفور بيغني لحبيبته عشان يعني تاخد بالها منه. وبغض النظر إن مش كل الأنواع الأغاني العصافير ممكن تعجبنا، لكن الفكرة حقيقي رومانسية جدا. يعني أعتقد لطيف إنك تغني لحبيبتك لو هي حابة طبعا. مش بس كده، لقوا كمان في الجزر اللي بتبقى مليانة طيور إن طير زي طير النورس مثلا قبل ما بيرجع تاني للجزيرة من رحلة الصيد ما بينزلش على الجزيرة على طول، لكن بيفضل يردد صوت كأنه بيدور على أهله، وبعدين بيجيله الرد وساعتها بس ينزل. السؤال اللذيذ دايما، وأنا مالي يكلموا بعض ولا ما يكلموش بعض؟ أنا استفدت إيه؟ الحقيقة إن السؤال ده ما كناش هنسأله لو كنا في الغابة وفي تعبان أنا مش شايفه ولقيت الطيور بتنبه نفسها وبتنبهني أنا كمان. ساعتها بس ما كنتش هقول أنا مالي، بالعكس كنت هشكرها بحرارة. وفهمنا للطبيعة دايما بتخلينا نعرف حقيقتنا وإننا جزء منها زي ما هي كمان جزء مننا. جرب المرة الجاية لو كنت في جنينة وسامع صوت عصافير والصوت اتغير مرة واحدة، أكيد لو بصيت حواليك هتلاقي حاجة جديدة ظهرت أنت ما كنتش واخد بالك منها. ساعتها بس هتحس إنك اتعلمت لغة جديدة. ما تنساش تعمل لايك للقناة، وخلينا نكتشف الحياة مع بعض. سلام.